برغم العداء الكبير اللي بتظهره إيران لدولة إسرائيل، وفي نفس الوقت اعتبار رئيس الوزراء الإسرائيلي لدولة إيران من دول القائمة السوداء، وبرغم ضرب إيران لإسرائيل أكتر من مرة بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهداف الجيش الإسرائيلي لأهداف داخل إيران وضربها، بس لو بصيت للموضوع من بعيد هتلاقي إن اللي بيحصل بين إسرائيل وإيران لعب عيال. إسرائيل وإيران بيلعبوا مع بعض لعبة الفزاعة بس مع مراعاة قواعد الاشتباك. ولو رجعنا للضربات اللي وجهتها إيران لإسرائيل والعكس، هنلاقي إن الضربة الإيرانية الأولى كانت في شهر إبريل اللي فات، وساعتها إيران ضربت إسرائيل ب 170 مسيرة و30 صاروخ كروز و120 صاروخ باليستي. بس قبل ما تقوم إيران بضرب إسرائيل بلغت الولايات المتحدة بالهجوم قبل ما يحصل. ومش بس كده، إيران ضربت إسرائيل بصواريخ سرعتها بطيئة، وده اللي خلى الدفاعات الإسرائيلية بمساعدة الولايات المتحدة وإنجلترا تقدر تمتص الضربة الإيرانية. وكانت كل الخسائر الإسرائيلية ساعتها ضرب قاعدة نفاديم الجوية وصاروخ وقع على بعد 600 متر من مقر الموساد الإسرائيلي. وده اللي يأكد لك إن إيران تقدر تضرب إسرائيل ضربات توجعها، بس إيران مش عايزة. إيران بتوجه لإسرائيل رسالة إنها تقدر تضرب كل حتة في إسرائيل لو بس إسرائيل استفزتها. أما الضربة التانية واللي كانت في شهر أكتوبر اللي فات، إيران ضربت إسرائيل ب 180 صاروخ باليستي، بس إيران قبل ما تضرب الصواريخ شالت منها الرؤوس المتفجرة. يعني من الآخر كده الصاروخ من غير الراس الحرب المتفجر ملوش أي قيمة. ودي كانت رسالة تانية من إيران إني قادر إن أضربك في أي وقت لو حبيت. وعلى الجانب التاني هنلاقي إن إسرائيل وجهت لإيران 3 ضربات توجع، هنتكلم عن 2 منهم في حلقة النهاردة، وهنسيب الضربة الأخيرة للحلقة اللي جاية. المهم إن إسرائيل اخترقت العمق الإيراني وقدرت إنها تغتال إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي لحركة حماس داخل مبنى الضيافة التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى بعد أقل من كيلومتر من قصر الرئاسة الإيراني. والضربة الثانية لما قامت إسرائيل باغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان. أما الضربة الثالثة واللي كانت ب 100 طيارة إسرائيلية فهتكون موضوع الحلقة اللي جاية. والسؤال لحضرتك دلوقتي، تفتكر إيران تقدر تحرق إسرائيل زي ما بتحاول توصل لنا، ولا كله كلام؟